حياكم الله. كثير من الأصدقاء والأخوة يرسلون لي رسائل أن أتحدث بهذا الموضوع أو ذاك الموضوع. طبعا طالما أن الموضوع يهم السوريين بشكل عام فهو موضوع اهتمام، ولكن دعوني اليوم أتحدث عن موضوع رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه الموضوع الأهم على الإطلاق بالنسبة لي. طبعا أنا لن أتحدث بطريقة المؤيدين الجدد أو المعارضين الجدد، لأنه كلاهما يتحدث بطريقة عاطفية. الأول يقول لك انظر إلى إنجازات الرئيس الشرع والشيباني وإلى آخره، والثاني يقول لك دفع ثمنها الجولان وبده يدخل إلى لبنان وما شابه. طبعا كلا الكلامين غير صحيح. أولا الموضوع تم بوساطة تركية ومن قبل الرئيس الأردوغان تحديدا، هو الذي طلب رفع سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب. والمشكلة التي يقع فيها الرئيس الشرع أنا أقولها وبكل صراحة، إما أن الرئيس الشرع ليس لديه فريق قانوني يعتمد عليه، أو إن هذا الفريق وجوده مثل عدمه، لأنه أفشل فريق قانوني يعرفه التاريخ. قبل سنة تحديدا أنا تحدثت عن هذا الموضوع على التلفزيون السوري، وقلت أنه لن يكون هناك أي فائدة فعلية من رفع العقوبات إذا بقيت سوريا ضمن قوائم الدول الراعية للإرهاب. قبل 6 أشهر عندما رفعوا قانون قيصر قلت أنه يجب أن ترفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لأنه لن يكون هناك أي فاعلية لرفع العقوبات، وبالتالي لن يشعر المواطن السوري في شيء ولن تستطيع الدولة فعل شيء. بعد 6 أشهر مع الأسف اكتشفوا هذه الحقيقة وبدأوا بالعمل على رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونأمل أن تتم ذلك، لأن الخطوة تحتاج إلى إجراءات طويلة. القصة ليست فقط توقيع أو ما شابه كما عرضت الصور. الموضوع حاطين له مهلة مبدئية 45 يوم، وممكن يأخذ أكثر من ذلك بكثير. طيب، ما هي أهمية رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب؟ أولا، سوريا أيها الأخوة كانت ممنوعة من شراء أي سلاح للجيش السوري. تصوروا من 79 إلى يومنا هذا لم تستطع سوريا شراء سلاح. أحدث دبابة عندنا من عام 77. الأمر الآخر موضوع الطيران المدني. سوريا هي الدولة الوحيدة التي لا يوجد فيها طيران مدني، يوجد فيها طيارة واحدة أو طيارتين. أيضا كانت ممنوعة من شراء طيران، بل كانت ممنوعة حتى من شراء قطع غيار للطيران. تصوروا أنه في عندنا كثير من الطيارات تحتاج إلى قطعة غيار واحدة. مع ذلك لم تستطع، إن كان حكومة بشارون الكيماوي أو قبله المقبور أبوه، لم يستطيعوا شراء قطعة غيار واحدة. الأهم من ذلك، كل شركات التكنولوجيا في العالم، كل المستثمرين في العالم، كل الشركات العابرة للحدود لم تستطع دخول السوق السورية. تصوروا أنه حتى شركات النفط اليوم، معظم شركات النفط تستخدم تقنيات عالية جدا، يرفعون الإنتاج مثلا من 100,000 برميل إلى 1,000,000 برميل بسبب استخدام التقنيات الحديثة، بينما سوريا كانت متخلفة في هذا المجال. كانت حتى موضوع التصفية تقوم بتصفية النفط بطريقة بدائية يخلف الأمراض وضررها أكثر من نفعه. أيضا الموضوع فيما يتعلق بالغاز، فيما يتعلق بالفوسفات، فيما يتعلق بالمعادن، كل هذه الشركات تعتمد على تقنيات جديدة. الموضوع لا فقط نتحدث عن موضوع تقنيات اللي تتعلق بالانترنت او ما شابه. حتى هذا الموضوع، على سبيل المثال انا كمغترب اذا بدي انزل على سوريا وحامل جهاز ايفون، ما فيني انزل تطبيق واحد على جهازي، حتى تطبيق الفيسبوك ما فيني انزله، لانه انا كمواطن سوري محروم من اي خدمات فيما يتعلق بالتكنولوجيا. الاهم من ذلك، تصوروا انتم حتى اليوتيوبر، على مستوى يوتيوبر سوري لا يحق له أن يكسب أي شيء من الانترنت إلا يروح يفتح حساب بلبنان. ليس اليوتيوبر فقط، أي موقع إلكتروني. عمليا هو المواقع الإلكترونية عادة يأخذون دعايات وما دعايات وجوجل أدسنس وإلى آخره. كانت سوريا محرومة. إذا بدك تشوف قديش عملة بلدك سوريا تساوي مع العملات الثانية، تدخل إلى جوجل فتجد كل العملات باستثناء سوريا. فبالتالي سوريا كانت خارج العالم. الموضوع لا يتعلق بالحكومة. بشار الأسد وأبوه كانوا عايشين رفاهية وإلى آخره، ولكن اللي كان محروم من هي الخدمات هو الشعب السوري، هو المواطن السوري. وبالتالي رفع هذه الخطوة هي أول خطوة بالاتجاه الصحيح. نحن نأمل من الرئيس الشرع أن يستثمر هذه الخطوة ويعمل لمصلحة سوريا أولا وليس لمصلحة الفصيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.